موضوع المعلمات وندخل موضوع اخواننا المدرسين الجميلين ما نستغني عنكم يعني. في نسبة من معلمينا الافاضل يدوخ عن جبنة ابو ولد، ما هو بحب بطعامه، حب والله برخصة عشانها بريال و20. عندك راجل سولف بمجلس وقل له مريت مثل بنده عثيم ولقيت عنده هالعلالي المكرونه ب7 ريال و20، يقول لك مو صحيح، ب7 ريال و15 هلال. دائم شكاي، رواتبنا قليله واجازاتنا قليله. رواتبكم زينه والله يرزقكم، و4 شهور و10 ايام تقل احداد اجازاتكم من عساه ما يجي يشري منك سياره. يا ولد تنتهي استمارة سيارك ما شارها 3 سنين وهي تردد، هذه ما ادري وش جاي، هذه يشر يا اخوي وقف. قصة حقيقية قسم بالله ان مدرس ياكل فسحة الطالب، واتصلت ام الطالب مع همه يا حول، قالت للمدير بس كل وش يبي عشان احسب حسابه مع ولدي. عكس المعلمات الصراحة بالاكل، شوف انا تصويرهم اعوذ بالله ينشطحون يبدون يضرب صحن الفول بالحاضر قبل يبدو. صارتهم عكس المعلمات تماما، يعني ما ودهم يفطرون على حساب وزارة الصحة، لو يجيبون شراب كحة وحبوب بلاش على زيتونتين وحلاوة صغير. ابنهم اتابعه يصور زبادي فطورهم من الاحد الى الاربعاء، والخميس يضربون عشان الويكند يجيبون فول ب6 ريال. يقول دايت واطلقكم وزن 57. سولف انا مدرس عاقل، اقول وراكم يعني صدق انتم دقيقين بالدراهم. يقول يا اخي كل سواليفهم بالفسحه مدرسين، كم زاد راتبك 4 هلالات ام 5 هلالات؟ بنزين هو انتم. متى يدوخ لو تذكر له جمعيه ذي اللي عطنا 2000 وعقب سنتين ما ادري كم، لو تذكر له باليونان ببلجيكا دخل معهم، ما في جمعيه تتخلص. رساتي بدر بالفطور، هم يقولون لا احنا دايت، مو بدايت اللي بكم، بقول انه هذا ما يقط وذا يقط اللي بكم سود. بس حط وسطي، فطور وسطي. ايام ياكلون زيتون اخضر، نعمة من الله الزيتون ورضاه، بس اخلط معه شيء يا اخي. هنا يصير في ريحة درس السادس تقل ماكل قلم سحري، ريحة مكتبه. انا مدرس يقول والله تصدق ان ناظرك غرفة مدرسين اضحك، نبهتنا على بعض الاخوان. انا اقول لا تسرفون ولا تصيرون بخيلين يا اخوي، النص زين الوسطية زين، الله يوفقك. جاء رسالة من مدرس يقول ذكرهم مدرسين اسمه مدرسين الحوايب اللي ياكلون حوايب الخبز عشان ما يجدع ما يقطوه. جات ردود من كثير من المدرسين، استاذ انتم بنزله بدون اساميهم عشان تدروني ما جبت شيء من فراغ، هذول عايشين بالوضع، انا من بعيد واسمع واشوف اللي حولي واعرفهم.